السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وفي احسن حال. فيديو النهارده يا بنات 12 فكره وتخزنيهم ب20 جنيه. هتحسي دايما ان بيتك فيه كل حاجه. بس قبل ما نبدا الفيديو النهارده، لو لسه بتشوفيني لاول مره، انا ام حنين ودي قناتي حياتك احلى مع ام حنين. من فضلك اعملي الاشتراك للقناه ولايك للفيديو، واكدوا يا بنات على جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل جديد. اكدوا على كلمه الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو انا بنزله. يلا نشوف افكارنا ايه النهارده. اول فكره معايا وهي الطماطم دلوقتي الكيلو ب5 جنيه، وال3 كيلو ب10 ريال بالسوية. حلوه قوي قوي، تقدري تجيبيها. تقدري تجيبي مثلا ب20 جنيه طماطم وتفرزيها، وهي من اهم الحاجات اللي لازم تكون موجوده عندك في الفريزر. طبعا استخداماتها كتيره قوي، ممكن نستخدمها للمحاشي، المكرونه، لو هتعملي بيها مثلا صلصه كشري او فته، فلازم يكون عندك اكياس كده طماطم في الفريزر. هتسهل معاكي وقت ومجهود كتير قوي. تاني فكرة معايا يا بنات هو ايه؟ البصل دلوقتي الكيلو ونص ب10. هتجيبي مثلا 3 كيلو ب20 جنيه، وتبدأي كده تضربيهم كده في قلب الكب زي ما هو، من غير ما تحط عليهم اي اضافات ولا اي حاجة. تحطهم كده في اكياس، وبظهر سكينة كده تحددي وتعملي ايه، قطع كده لكل طبخة، يعني مكعبية كده لكل طبخة. لو انت جبتي معاكي 2 كيلو هيكفوا معاكي لاخر الشهر، غير لما تسيبيه كده على بعضه. لما تجيبيه وتعملي كده تحطيه في الفريزر هيكفي معاكي. طبعا لما تيجي بقى تطلعي، بتقطعي المكعبيه على قد الطاقه بتاعتك، فهتوفر معاكي برده وقت ومجهود وفلوس كمان. افضل ان انت تحطيه في الفريزر احسن ما تسيبيه زي ما هو كده. بصي مش هيكمل معاكي حاجه، لو جبت 2 كيلو مش هيكملوا معاكي حاجه. تمام كده. تعالى بقى نروح للفكره اللي بعد منها وهي رقم 3. الفكره رقم 3 معانا النهارده، او النقطه رقم 3 معانا، اللي هي ايه؟ الثوم. دلوقتي الثوم النص كيلو عامل 20 جنيه، يعني الكيلو ب40 جنيه. هتجيبي كده النص كيلو، تبداي كده تقشريه وتحطيه في الكبه مع معلقه كبيره كده من الملح، مع كمان نص كده كوبايه من الزيت، وتضربيهم كده مع بعض وتعملي معجون الثوم. بعد ما تعملي معجون الثوم تجيبي برطمان كده يكون ازاز، بلاش البلاستيك عشان ما يتفاعلش مع الثوم. تبداي تحطي كده في ارضيه البرطمان شويه زيت، وبعد كده تحطي الثوم عليه برده. وبعد ما تحطي الثوم برده حاطه من فوق الوش كده شويه زيت. تحطهم بقى في الفريزر، تحطهم في باب التلاجة، برده بيقعدوا معاكي فتره طويله جدا. والثوم بيكون سهل عليكي من لما بتخرجيه مثلا من البرطمان بسبب الزيت اللي احنا حطيناه. الزيت ماده كده عازله للثوم عشان ما يعفنش معاكي ويقعد معاكي مده طويله. والمعلقه اللي تاخدي منها الثوم ما تحطهاش مثلا في الحله وترجعي تاخدي تاني من البرطمان عشان ما يبص معاكي ويرين. كمان برده الملح اللي احنا حطيناه في الثوم برده ده بيبقى ماده حافظه للثوم. نيجي بقى للفكره رقم 4 معانا وهي خضره المحشي. طبعا يا بنات خضره المحشي بصوا بقى بتيجي في الصيف كده وبتبقى غاليه جدا ومبقاش فيها الا عودين بس. الحمد لله لحد دلوقتي لسه الخضره محتفظه ايه بالجوده بتاعتها، يعني لسه نقدر دلوقتي كده نقدر نخزن منها ونجيبها نحطها معانا في قلب الفريزر. ودلوقتي الربطه عامله جنيه، يعني تقدري تجيبي مثلا ب20 جنيه، تاخديهم كده وتغسليهم كويس وتصفيهم. طبعا لازم تصفيهم من الميه خالص عشان خاطر ما يسودوش معاك. وتقطعي كده قطع كده صغيره وتحطها كده في اكياس وتحطيها برده في الفريزر. هتبقى جاهزه معاكي بقى للمحشي، او ممكن كمان برده للعجه، وممكن كمان تستخدميها في كفته الرز، يعني برده استخداماتها كتيره. وبرده ايه دلوقتي تقدري تخزني منها قبل ما ما تغلى وتضاعف حجمها، يعني تبقى رفيعه خالص، ما يبقاش فيها العودين بس. دلوقتي نقدر نجيبها ونعملها كده زي ما انا ما قلت لكم، هتستخدميها في حاجات كتير. نيجي برده معانا بقى للفكره اللي بعد كده وهي فكره رقم 5، او نقطه رقم 5، وهو الفلفل الاحمر الحار. ده هنعمل بيه هرسه شطه. ده دلوقتي يا جماعه هرسه الشطه بتخش معانا في حاجات كتيره جدا. تخليها معاكي في تتبيله السمك، في البتنجان، في البابا غنوج، وكمان اي نوع مخلل برده بتعمليه تقدري تحطي عليه. بصوا يعني عايزه اقول لكم ديت الواحد ما بيقدرش يستغنى عنها خالص. وانا كمان ساعات بحط منها على طبق الفول، يعني انا من الناس اللي ما بقدرش استغنى عنها. نيجي بقى للفكره رقم 6، او للنقطه رقم 6، وهي ايه بقى؟ الملوخيه. عايزه اقول لكم دلوقتي الملوخيه بقت في السوق سعرها كويس جدا ورخيصه جدا، تقدري تجيبي ب20 جنيه. انا بنزل اجيب لو من الفلاحين من السوق الاربع ربط ب10 جنيه، يعني الربطه ب2 جنيه ونص. وفي ناس بتبيعها الكيلو ب10 جنيه، تقدري تجيبي برده 2 كيلو ملوخيه. فزي ما انت ما عايزه وتبع ما متوفر معاكي في قدام منك. يعني لو نزلت سوق الفلاحين بيبيعوها الاربع ربط ب10، يعني هتجيبي ب20 جنيه هيعملوا معاكي بصوا وليمه. لكن لو انت مثلا ما عندكش اسواق او كده خضريين جنب منك، هتجيبي 2 كيلو ب20 جنيه. دلوقتي الكيلو الملوخيه عامل 10 جنيه. تجيبي كده الملوخيه وتقطفيها وتغسليها كويس جدا وتصفيها من الميه، عشان خاطر احنا مش عايزه يكون فيها نقطه ميه، عشان خاطر برده ما تتاكسدش معانا وتسود لما نيجي نحطها في الفريزر. ونسيبها كده لحد ما تنشف ونخرطها بالمخرطه. لو عندك كبه اعمليها في الكبه، بس انا مش بحب الكبه بصراحه، انا بحب المخرطه. بحس ان الكبه ممكن بتسمر معايا الملوخيه، فلو عندك مخرطه يا ريت.
احنا كده دلوقتي خرطنا بقى الملوخيه. هنجيب كده نص كميه الشوربه اللي احنا هنحطها في الملوخيه. يعني مثلا لو هنعمل الكيلو ملوخيه هنحط عليها 4 كوبايات شوربه، هنحط كوبايتين شوربه للكيلو الملوخيه. نحط كوبايتين شوربه نحطهم على النار كده لحد ما الشوربه تغلي، بعد كده ننزل الملوخيه وبعد كده هسيبها تبرد. طبعا مقدار الشوربه ده يرجع لك، لو في ناس بتحبها تقيله، في ناس بتحبها خفيفه، في ناس بتحبها وسط، فده على حسب ما انت ما عايزه. انا بقول لك يعني مثلا لو انت بتحطي للكيلو او ال2 كيلو 4 كوبايات شوربه، هتحطي نص المقدار. تمام كده. بعد كده بقى تحطيها على النار، تلفي كده لفتين كده مع الشوربه، وبعد كده تسيبيها لما تبرد. طبعا انت هتلاقيها تقلت معاكي، ما تقلقيش خالص. انا عبايه كده بقى في اكياس على حسب الطبخه اللي انت عايزاها. يعني مثلا انت هتعملي النهارده طبيخ جنب منه هتطلعي مثلا طبق ملوخيه، بقى كيس مثلا صغير. لا، هتعملي الاساس الطبخه كلها ملوخيه، هتحطي على عدد ما انت ما عايزه، يعني على المقدار اللي انت عايزاه واللي انت بتحتاجيه فوق لاسرتك يعني. بس هنا اول ما تخرجيها من الفريزر ما تسيبهاش لما تفك من التلج بتاعها، لا عشان ما تسودش. اول ما تخرجيها على طول من الفريزر بتاعك تحطيها في قلب الشوربه بتاعتك تكون مغليه، وهتلاقيها فكت معاك ولسه هتبقى محتفظه معاك بالخضار بتاعها. وبس كده خلاص، هتعملي الطشه بتاعتها وبألف هنا. تمام كده. بقى نيجي بقى للنقطه اللي بعد كده، وهي فكره رقم 7، وهي الباميه. دلوقتي غاليه يعني. بص، عايزه اقول لكم دلوقتي الباميه غاليه قوي. بس ما نستنظرش ان هي ترخص اكتر من كده. يعني هي دلوقتي الكيلو عامل 40 جنيه، وفي ناس بتباع ب 35 جنيه. ده اللي هي الصغيره اللي هي بتتعمل بالصلصه وطواجن وكده. اما اللي هي الويكه، في ناس بتباعها ب 15، في ناس بتباعها ب 20، يعني على حسب السوق اللي انت فيه يعني. انت بقى تجيبي طبعا ما انت ما حابه. لو انت حابه تعمليها الويكه، هتجيبي مثلا كيلو لها ب 15 ب 20 جنيه. هتجيبيها كده وتقطعيها، طبعا تقمعيها وتقطعيها كده وتحطها في قلب في اكياس وتحطها في الفريزر. لكن لو انت هتجيبيها زي حالتي كده، احنا بنحبها اللي هي الطواجن بالصلصه وكده، هنجيب مثلا لو هي مثلا ب 40 جنيه، هتجيبي مثلا كل مره هتجيبي ب 20 جنيه، ب 20 على 20 يعني نص مع نص مع نص كده. هيعمل لك كام كيس في الفريزر هينفعك بعد كده. طبعا كده بقى جاي لنا رمضان وكل سنه وانتم طيبين بقى، والحاجات ديت بنحتاجها. فاحنا هنيجي نبص نلاقيها في رمضان مش هتبقى موجوده، ولو جبنا اكياس اللي بره هتبقى غاليه جدا وبتبقى ما بتكفيش حاجه يعني. فانت هتجيبي كده بال20 جنيه معاكي، جابت معاكي نص، جابت معاكي كيلو، على حسب ما انت ما عايزه. هتجيبيها كده تقمعيها. طبعا تقمعي للناس اللي ما تعرفش، بتقطعي العنقود بتاعها من فوق، وبرده والحته الصغيره بتاعتها كده من تحت، وكده خلاص يبقى كده اسمها تقميع الباميه. بتحطيها بقى بعد ما بتغسليها كويس قوي، بتنزلي كده في شويه ميه سخنين مع عصره ليمونه، حاجه بسيطه بس كده، يا دوبك تاخد هي غلوه واحده وتطلعيها تصفيها خالص من الميه تماما، ما يبقاش عايزه يكون فيها ميه عشان ما تبصي معانا. هتاخديها بقى بعد كده وتقومي حطاها في الفريزر، بس برده بعد ما تبرد تحطها كده في اكياس وتخرجي منها الهواء، وتحطي على حسب الاكله بتاعتك. تمام كده. نيجي بقى للنقطه اللي بعد كده او الفكره اللي بعد كده رقم 8، وهو الفلفل الالوان. الفلفل الالوان ساعات بيجي عليه وقت وبيكون غالي جدا جدا. يعني الكيلو ساعات بيوصل 50 و60 و70 جنيه كمان. ده في الايام العاديه، انا مش بتكلم في المواسم، يعني مش بتكلم في الاعياد، مش بتكلم في موسم رمضان. ده كمان بيعدي. لكن دلوقتي الكيلو في السوق عامل 25 جنيه و30 جنيه، ودلوقتي بقى مال السوق. يعني ممكن تجيبي الفلفل الالوان دوت وتخزنيه. انا بتكلم دلوقتي بقول في السوق، مش بقول في المحلات اللي جنب مننا، عشان المحلات اللي جنب مننا بتبقى يعني بيبقوا مستغلين جدا. فاللي عايزه توفر، ودايما بقولها في كل فيديوهاتي مرارا وتكرارا، اللي عايزه توفر من مصروف البيت ما تنزليش اللي بقى اللي جنب منك، روحي السوق. لو جنب منك سوق قريب هتنزلي هتجيبي كل الحاجات اللي انت عايزاها، واسعار خياليه والله العظيم. هتصدمي فعلا من الاسعار اللي هناك غير اللي انت بتجيبها من اللي جنب منك. يعني خلي بس الحاجات كده اللي جنب منك على قد الطلب، بس لو انت مزنوقه فيه قوي يعني ومش مالكه انت تروحي السوق، فيبقى خلاص امرنا لله، هنجيبها منهم بالغلا والكوم مش مشكله. لكن عندك وقت تنزلي السوق اوفر لك واحسن لك. هننزل كده نجيب كيلو كده من الفلفل الالوان، او على حسب ال20 جنيه بتاعتك بقى، طلع معاكي كيلو، طلع كيلو الا ربع، يعني على حسب التاجر اللي هيبيع لك. هنجيب كده بقى الفلفل ونقطعه شويه كده بالطول، اللي هو الشرايح يعني. ده هنستخدمها للشاورما. وهنقطع برده كده شويه كده من مكعبات برده، ودي هنستخدمها مثلا في صينيه جلاش مع شويه جبنه كده، ونعمل بقى احلى فطير شرقي. ممكن كمان بتحطيها على العصاج، بتزود معاكي كميه العصاجه يعني. فافكارها كتير قوي، وهي افكارها كتير قوي. نيجي بقى معانا للنقطه رقم 9 او للفكره رقم 9، وهي صلصه المحاشي. ساعات بجيب كده بال10 كيلو 15 كيلو، بقوم عاملاهم كده عصاج، واقوم حطاهم كده في الفريزر. عايزه اقول لكم بينفع معايا كتير جدا. واجيب مثلا 30 جنيه او 40 جنيه خضره محشي، وبرده بقطعها وبقوم حطها. كمان برده بقوم جايبه كمان ب20 جنيه بصل، واقوم عامله بقى كده التسبيكه بتاعه المحشي، واقوم حاطه بقى الصلصه مع الخضره مع البصل والهيصه دي كده، واقوم حاطاها كده في اكياس وبخليها عندي في قلب الفريزر. بتعملي بقى ايه؟ بيطلع لي مثلا 10 15 كده كيس، بيقعدوا معايا فتره طويله.
يعني كده بقوم مطلعه كده كيس الصلصه، بيبقى الصلصه ايه مع الخضره مع البصل، يعني هي التسبيكه كلها، واقوم مطلعه يا دوبك بس احط الفكه كده ومحطها مع الرز، ويبقى كده خلاص صلصه المحشي عندي جاهزه. بتسعف معايا بقى بصراحه، مثلا لو انا وقتي مش سامح ولا حاجه، يعني مثلا لو في رمضان برضو بيبقى اليوم بيبقى قصير جدا، فده بيسعف معاكي. فانت تقدري تجيبي حاجه زي كده وتعمليها معاكي، هيوفر معاكي جدا وقت ومجهود وفلوس كمان. فانت ممكن تجيبي ب 15 جنيه طماطم وب 5 جنيه مثلا خضره، وتبداي تعملي كده صلصه المحشي، وتحطها كده في اكياس وتخليها عندك في الفريزر. تمام كده. نيجي بقى للنقطه الرقم 10، وهو الجزر. دلوقتي الجزر بقى رخيص جدا، الكيلو ونص ب10. هتجيبي مثلا ب20 جنيه، وتبداي كده تجيبي بقى، تاخدي كده نص تبشريه، النص التاني برضو نقطعه كده مكعبات صغيره معانا. المبشور هنستخدمه في كذا حاجه، يعني ممكن نحطه في السلطه، ممكن نحطه في تتبيلات السمك، لكن برضو المكعبات برضو بنستخدمه في العدس، في الشوربه، لو بتعملي فراخ او لحمه برضو وتحطي كده في الشوربه، تحطي كده حبايتين ولا حاجه، بيعطوا طعم حلو قوي قوي ومسكر كده للشوربه، والفراخ بتخليها طعمها حلو قوي كمان، وبتخش الزفاره. نيجي بقى معانا الفكره اللي بعد كده، وهي في الرقم 11، وهو الليمون. طبعا الليمون لا غنى عنه خالص، مهم جدا يكون عندنا ليمون في قلب البيت. ودلوقتي برضو الكيلو يبقى عامل ممكن 20 جنيه ولا حاجه، يعني ممكن لو زاد مثلا 5 جنيه، فانت تقدري برضو تجيبي بال20 جنيه. احنا مش عايزين نتعدى ميزانيه ال20 جنيه، احنا لو هو اغلى من ال20 جنيه هنجيب على قد ال20 جنيه، ب20 جنيه هنجيب الكيلو ب20 جنيه. تمام. وانت اهم حاجه بتنقي الليمون، ما تجيبيش الحبايه الخضراء، هات الحبايه اللي هي الصفراء. ده كده اقسمي كميه الليمون اللي انت جايباها، اقسميها على نصين، نص شيليه كده زي ما هو، والنص التاني قشريه وقطعيه كده نصين، وحطيهم كده في الاكياس بتكون جاهزه معاكي على الاستخدام على طول. ولو جالك اي ضيف كده ولا حاجه على غفله، بتطلعي كده كيس كده الليمون، وتحطي كده جواه شفشق كده الخلاط شويه تلج مع شويه ميه وسكر كمان، ولو عندك كمان عود نعناع كده فريش يبقى يا ريت. وتعملي بقى كده بيه احلى عصير ليمون، بقى جاهز معاكي وفريش على طول. انا دايما بحب يكون عندي كده الليمون كده يكون جاهز متقشر، بخليه عندي جاهز كده على الاستخدام على طول يا بنات، بيسهل معايا حاجات كتيره برضه. نيجي بقى للفكره اللي بعد كده معانا، وهي الاخيره، وهي رقم 12، وهو النعناع. النعناع بقى بصوا من الحاجات برضو الحلوه قوي اللي لازم برضو تكون موجوده عندك في قلب البيت. ودلوقتي النعناع حلو قوي قوي في السوق ورخيص كمان، يعني الحزمه تقريبا كده بجنيه. هاتي اللي هو النعناع اللي هو الفريش الاخضر البلدي، تجيبي بقى ب10، تجيبي ب20 على حسب ما انت ما عايزه وعلى حسب برضو احتياجك. هو النعناع برضو معانا بيخش في حاجات كتير زي ما قلت لكم، ممكن تعمليه بعصير ليمون، لو فريش ممكن برضو لو فريش تقطعي منه، تاخدي كده عود كده برضو مع الملوخيه، بيعطي طعمها تحفه جدا، وعملتها معاكم قبل كده في القناه، وكنت شفت الخضره كان عامل ازاي، وطعمها حلو كمان قوي قوي. برضو هنستخدمه برضو ناشف، بتجيبيه كده وتفرديه عندك كده على الرخامه بتاعه المطبخ من بالليل، بتقومي كده تاني يوم الصبحيه بتاخديه وتحطيه كده في صينيه وتحطيه بره في الشمس لحد ما ينشف معاكي، وبعد كده تاخديه كده تفركيه، وهيبقى معاكي عامل زي البودره. تحطيه كده بقى في برطمان عندك يكون نضيف، ما يكونش فيه ميه ولا اي حاجه، وبتسيبي عندك في ايه في ضرفه المطبخ يعني. طبعا النعناع برضو بيخش معانا في حاجات برضو كتيره، ممكن لو هتشربيه كده حلو قوي. وبرضو لو عندك برد برضو بيبقى حلو قوي، لو حد عنده لا قدر الله مغص برضو بيبقى كويس جدا. يعني النعناع برضو من الحاجات المهمه اللي يعني الواحد بيحتاجها. ده غير كمان برضو ممكن ندخله كمان غير الملوخيه والعصير الليمون، ممكن برضو ندخله برضو في الخلطات بتاعه المحاشي. وفي كمان برضو ممكن نحطها مع في بعض التتبيلات كده برضو ساعات ممكن نحط عليها برضو النعناع، فبيبقى حلو قوي قوي كده يا بنات. ده فيديو النهارده، ده ال 12 فكره معانا بال20 جنيه اللي احنا برضو بنقعد نستهون بيها. 20 جنيه مش هتجيب لنا حاجه، لا 20 جنيه هتجيب حاجات كتير اهوت، بس اهم حاجه تنفذي الخطوات دي، يعني ما تعمليش ايه فكره او اتنين وتكسلي، هتحسي بعد كده انت ما عملتيش حاجه اصلا. يعني انت حتى لو مصروفك يومي، لو هتطلعي منه 40 جنيه كل اسبوع، هتقدري تعملي منه فكره ولا اتنين. بصي يعني على اخر الشهر هتلاقي معاكي مجمعه كذا فكره او كذا وصفه عندك في قلب البيت، دايما هتحسي ان بيتك عمران يعني، والخير فيه كتير. لو عملتي كده هتلاقي نفسك على اخر الشهر عامله 8 افكار موفراهم هينفعوك للشهر اللي بعد منه، ودايما هتحسي ان بيتك بقى كله كده مليان بالخير. وده كان فيديو النهارده وافكار النهارده. اقول لكم بقى اسيبكم في رعايه الرحمن، في رعايه الله.